لاعب جديد يقترب من نادي شبيبة القبائل، إنه الجناح الأيمن لنادي مولودية الجزائر. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل ادعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد عن نادي شبيبة القبائل. اقترحت بعض الأطراف الفاعلة في محيط فريق نادي شبيبة القبائل على مسيري الشبيبة بحث المفاوضات مع الجناح الأيمن لنادي مولودية الجزائر سابقا فتح الله طاهر، وهذا بعدما رسم المعني مغادرته النادي العاصمي في وقت يبحث المسيرون في نادي شبيبة القبائل عن لاعب يشغل في منصب جناح أيمن إضافي إلى جانب صانع الألعاب. هذا وقد أعلنت إدارة مولودية الجزائر رسميا عن رحيل لاعبها فتح الله طاهر بعد فسخ عقده مع النادي بطريقة ودية. وكشفت إدارة المولودية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك بأن الطاهر وافق على فسخ عقده بعد عدة مواسم حمل خلالها قميص عميد الأندية الجزائرية. وتقدم النادي العاصمي بتشكراته للطاهر فتح الله على كل ما قدمه للفريق وعلى تحليه بسلوك مثالي طيلة فترة حمله للقميص الأخضر والأحمر، متمنيا له كل التوفيق في تجربته القادمة. وفي الآخر، ما هو رأيكم كأنصار شبيبة القبائل في استخدام اللاعب السابق لمولودية الجزائر فتح الله طاهر؟ وهل تتوقعون أن يسهم في تحسين أداء الفريق؟